شكرا لك رضا. مشاهدينا، أكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كل دولة لا تستطيع منح تأشيرة دخول لكافة المنتخبات المشتركة في كأس العالم لن يكون بإمكانها التقدم لاستضافة الحدث الكروي بناء على شروط سيتم تحديدها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإنجليزية لندن. إن السيد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع على عاتقه وعاتق حكومته اتخاذ القرارات الأنسب لبلاده. ولكن عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، من المؤكد أن أي منتخب متأهل يحتاج لأن يدخل إلى البلد المنظم، وإلا فإنه لن يكون هناك كأس عالم. لذلك ثمة شروط، وكل دولة تستطيع اتخاذ قرار فيما إذا كانت راغبة في التقدم لاستضافة كأس العالم اعتمادا على هذه الشروط.